السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة على قناة شيف الضو. اليوم إن شاء الله غنشوفوا المدام شنو غتحضر لينا. خليكم معنا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله اللي كيبغي شي حاجه حلوه من بعد الفطور يتبع معنا هذه الحلقه، ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. اللي غنوجدوا فيها كيكه والعصير. عندي على بركه الله هنا 3 ديال البيضات، عندي ساشيه ديال الفاني، 3 ساشيات ديال خماره ديال الحلوى، عندي هنا خيزو محكوك وواحد قبيصه ديال الملحه، كاس ديال سنيده ما عامرش بزاف، هنا كاس ديال الزيت ما بين زيت وزبده حتى هو ما عامرش، عندي هنا 3 ديال الليمونات، كتشوفوا معايا الليمون اللي هو انا اختاريت، عندي هذا الليمون كيجي زوين، ماندالين، كليمونتين ما عرفت، المهم انا هذا هو الليمون كيبان لكم. غنحيدوا لي غير هاد النباته الفوقانيه بحال هكذا، وغادي نقسموه بحال هكا باش نحيدوا حتى هاد الخويط اللي كيكون هنا. كيف ما شفتوا معايا قلت لكم الخيط اللي هنا غنحيدو، وغندير ليه هاد القسمه هادي على حساب لا كان شي عظم صافي. غنديرو في الخلاط الكهربائي الجلفه ديالو. نتوما عرفتوا الجلفه ديالو رقيقه وزوينه، كتعطي غير المذاق زوين، ما كتعطي لا مروريه لا والو، بحال هكذا. كاين واحد العظيم، دابا غندير بيض، دابا غندير قبيصه ديال الملحه، غندير كاس سنيده، كاس زبده وزيت، الفاني. غندوز نطحن هادشي مزيان وغنرجع معاكم. شوفوا معايا في الخليط كيفاش كيبان، عرفتي الريحه ديال الليمون عاطيه زوينه. هنا بالنسبه للطحين انا عابره 3 الكيسان تقريبا ديال العنبه. انا غندير الطحين ولكن ما غنديرش كلشي في خطره، طبيعه الحال دقيق على حساب الخليط. غندير الخماره، غندير خيزو حكيتو بحال هكاك الرقيقه. شوفوا اللون تبارك الله ديال الكيكه كيفاش كيبان. المذاق خلاص ان شاء الله غتجي زوينه بزاف غتعجبكم. غنزيد واحد شويه ديال الطحين، يعني انا ما كملتش 3 الكيسان تقريبا، باقي لي هنا نص كاس، بحال درت غير 2 كيسان ونص. وغندير كاضافه معلقه ديال الخل، معلقه صغيره ديال الخل الابيض صافي. انا غنخلط هادشي مزيان. شوفوا معايا انا سنخلط من التحت والفوق باش ما ندخلش اللي هو الكيكه. المول كيمكن لكم تختاروا المول اللي بغيتو، انا اختاريت هذا المول هذا واللي غندير فيه الكيك ديالي. غندخلو الفران بطبيعه الحال نشعلو غير لتحت حتى يطيب، عاد غنشعلو ليه الفوق وغندوزو ان شاء الله نوجدو العصير ديالنا. المول شو ميزيتي ياك بالزبده والدقيق؟ ضروري المول فيه الزبده والدقيق. بالنسبه للعصير اللي غنرافقوا مع هذا الكيك ديالنا، عندنا ليه هنا واحد جوج خيزوات اللي هما كبارات، نحيد لهم القلب ديالهم، سلقناهم، غنديرهم هنا في الخلاط الكهربائي بحال هكذا بالماء ديالهم. بالماء ديالهم.
غنديرو واحد البنانه. بالنسبه للديسير انا كامل غاسلاه يعني مغسول مزيان. ديال البنانه هاك شاد بغات دير ليا الفاني. قولي بسم الله. برافو تري بيان سيده، برافو عليك. صافي. دابا غندير كاس ديال السنيده. طبيعه الحال الحلاوه على حساب الذوق. غندير سيده اجل غندير بحال هكا يعني الفريز. غنوريكم الليمون هو الاول قبل ما ندير الفريز كامل. الليمون انا غنقيه بحال هكذا بحال هكا. غنحاول ما نخليش الجلفه البيضاء بصفه نهائيه يعني غنحيدها كامله قد ما دخلت فيها مزيان. ما غنعصرش الليمون، ما نبقاش نزيد على راسي تماره بزاف. غنطحن كلشي بحال هكا. في الاخر غادا نصفيه. كيجي العصير ديالنا رائع وزوين. مشوا معايا نقطع بحال هكا يعني تقطع عشوائي. غير الا كان شعضيم نحيدوه. عسى كيجي زوين ما كيجي لا مور لا والو. غنبقى بحال هكا ضروري نكمل الليمون ديالي النقيه ديالو. المهم هي الجلفه البيضاء ما تبقاش. قلت لكم قد ما دخلتو في الليمونه بحال هكا قد ما كان النتيجه مزيانه. بالنسبه لليمون انا درت 5 ديال الليمونات باش كيجيني العصير مركز بالليمون يعني كتجي المذاق الليمون حاضر مجهد. ولا ما بغيتوش ديروا ليه هاد الطريقه يمكن لكم تعصروه عادي هكا شايده. كنحيدو العصير النباسه بحال هكا كنديرو صين فريز الفريز عفوا. حيدي معاك واحد ورق خضر. الطحانه غطينا كلشي صافي. انا غنكمل غندوزو نطحنو العصير ديالنا. غنتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه وديال العصير. العصير ديالنا هو هذا طحناه كما قلت لكم. غير هي بالنسبه للصفيه انا صفيته مزيان وحتى كنبقى ندير ليه بحال هكا بالمعلقه باش كتهبط لي ديك الختوريه اللي كتكون في الفريز كتكون في البنان وخيزو باش يجينا خاتر العصير ما يجيناش جاري. بالنسبه للكيكه هي هذه. بالنسبه للتزيين انا درت في التزيين ديالها غير العسل ديال الليمون ودهنتها بالكوك. التزيين كيبقى اختياري وبصحه فطوركم.